الأطباء لما يبطلوا شغل الناس تموت أقل. طب نرمي السماعة ونفتح كافيهات أضمن؟ يا راجل أهلا بيكم في يا راجل، المكان اللي بنقابل فيه أخطر نوع محتوى، معلومة شكلها علمي بس ريحتها فيك. في السلسلة دي هنتكلم عن الترندات والأخبار اللي بتقولك صدقني، فأنت تقوله طب هات المصدر يا نجم. مش محتاجة حاجة يعني. بص يا سيدي البوست ده: اضراب في كولومبيا الوفيات تقل، اضراب في فلسطين تقل أكتر، اضراب في أمريكا برضو تقل. الله، يبقى النتيجة العلمية الخطيرة الدكتور خطر والبيت أمان. بصراحة جايزة نوبل في الهبد. على كده بقى العيان لما يجي يدخل المستشفى الدكتور هيقول له لا 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 ابعد عني، عايزين نحافظ عليك. أو ممكن نكتب على الباب ممنوع الدخول حفاظا على حياتك. بص احنا نرمي السماعة أحسن ونفتح كافيهات أهي أضمن برضو. يا راجل بس استنى، قبل ما نلغي الطب خالص، الدراسات دي حصلت وقت الاضطرابات، واللي كان بيحصل فعلا إن العمليات غير الضرورية بتتأجل والحالات البسيطة بتروح البيت والطوارئ شغالة عادي. يعني إيه؟ يعني اللي اتشال مش الطب، اللي اتشال هو الحاجات الزيادة أو اللي ممكن تتأجل، وبالتالي النسب هتقل عن العادي. لكن البوست عملها إزاي؟ حول الموضوع من تقليل تدخلات معينة إلى الدكاترة سبب المصايب. ده زي كده اما تقول الشمسية هي اللي بيجيب المطر، أو نقفل الجيم عشان الناس ما تتعبش، ونقفل الجواز بالمرة عشان المشاكل تقل. أو بنفس المنطق الشرطة لما تختفي الجرائم تقل، يبقى الحل إن احنا نلغي الشرطة. الحقيقة الطب أنقذ ملايين البشر، بس زي أي حاجة في استخدام صح واستخدام غلط. إنما تاخد دراسة معقدة وتحولها لبوست عشان يبقى ترند الدكاترة خطر، ده مش علم، ده محتوى بيشحت لايكات. بص، أي حاجة تحسها سهلة بزيادة ومريحة لدماغك قوي كده غالباً مضروبة. وقبل ما تصدق اسأل نفسك سؤال بسيط: يا راجل لو فهمت حاجة جديدة اعمل لايك، ولو ضحكت يبقى شير واشترك عشان اللي جاي أجمد. ولو شفت بوست عامل فيها فاهم وهو تايه ابعتهولي هنظبطه سوا.